يا جماعة أنا مصدوم، ستيفن هوكينج هذا كان يروح جزيرة أبستون، واللي ما يدري شنو جزيرة أبستون ومنو جيفري أبستون خليه يرجع الفيديو اللي طاف. يعني هذا أكثر اسم صدمني بالقائمة اللي تسربت، ستيفن هوكينج، وهذه صورته بالجزيرة بحط لكم إياها. اللي ضحك إنه لما سألوا جيفري شنو ميول ستيفن هوكينج، شنو يحب، قال لهم كان يحب يكتب مسائل رياضية صعبة على السبورة ويخلي اليهال يحلونها، ويحب يشوف شكل اليهال وهم متوهقين بحل المسألة. هذا أغرب شيء سمعته اليوم. وطبعا غير ستيفن هوكينج عندك وايد، عندك جو بايدن وولده، وراح أنزل صورهم بالجزيرة بستوري انستغرام لأن الصور وايد أوفر، فهني راح يمسحون الفيديو. وهم عندك الممثل كيفن سبيسي، وهذه صورة له وهو بالجزيرة. وهم ذكروا اسم توم هانكس وأوبرا، والحين لو تدخل الانستغرام الاثنين راح تلاقيهم صاكين كومنتات. والاسم اللي أنا صدق استانست إنه موجود بالقائمة هو إيهود بارك. منو هذا؟ هو رئيس الوزراء السابق للدولة اللي ما تتسمى، وهذه صورة حقه وهو داس أحد بناية جيفري وكان مغطي وجهه. وهم عندك أخو ملك بريطانيا أندرو، هم ذكروا اسمه، وكذلك بيل جيتس كان وياهم، ويقولون إن بيل جيتس كان يدعم جيفري أبستون باللي يسويه، يدعمه ماديا. وجوني ديب هم ذكروا اسمه، واللي يخوف إن جوني ديب قبل بالفيسبوك كان منزل صورة بحفلة وكانوا وياه بنتين صغار، فهل هذه الصورة كانت بأحدى حفلات جيفري أبستون؟ ما ندري. والاخير اللي تاكد وجود اسمه باللسته هو الممثل ليوناردو دي كابريو، لان في وحده اعترفت ان قعدت وياه بالجزيره وهي صغيره. وعلى طاري الضحايا، الفيديو الجاي راح يكون قصه لاحد ضحايا جيفري أبستون.